المبالغة في التساهل والدلع مع الطفل لدرجة التدليل المطلق وتلبية كل رغباته هتفسد شخصيته وتقلل قدرته على مواجهة الحياة، فانت لازم تبقى موجود برضه بس بالحب كده وبدون مبالغة زيادة عن اللزوم في الكنترول. لو التربية المتساهلة او المتوازنة هي ان انت تشاوره وتاخد رأيه او انك تخلي الصرامة والتساهل يبقوا قد بعض بالظبط، فاللي اقصده ان في بعض الثقافات من المفيد انك تتقل الكافة دي شوية. ما تخليش علاقتك بولادك عبارة عن مقايضات مادية، حاجة قصاد حاجة، كل قرار محتاج تفاوض، كل غلطة محتاج عقاب، او ان لازم تعمل له تعزيز ايجابي وربط سلبي طول الوقت كانه كمبيوتر بتبرمجه او حيوان بتعلمه ازاي يمشي على الحبل. الابوة مش انك تعمل قسم HR في البيت. علاقتك بولادك مش مجرد تربية وتدريب، لكنها في الاول والاخر علاقة محتاجين يحسوا فيها بالامان والحب مش بالثواب والعقاب. خلاصة الكلام، التربية التشاركية المتوازنة حلوة جدا مفيش كلام، لكن من المفيد ان احنا نضيف عليها كده تاتش التساهل العربي، لان في فرق كبير جدا بين تربية طفل وتدريب حيوان.